اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معكم ولايه قناه كيكات وحلويات. النهارده هنعمل تورتيه مقاس 40 في 40. طبعا التورتيه مقاس 40 في 40 يستحيل هتقدري تعملي في صينيه، فهنعمل في صاج، وهنعمل مقدار الفانيليا مرتين، وهنعمل مقدار الشوكولاته مرتين. يعني انا التورتيه دي كده عايزه مني 4 صاج، وكل صاج بثلاثه بيضه. وطبعا عملنا الاسبونج 3 بيضه ده مع بعض كذا مره، اللي هو 3 بيضات حجم البيض كبير، معلقه كبيره من المحسن اللي وزنها 25 جرام، ونص كوبايه من السكر، ورشه الفانيليا، وبنضربهم كويس جدا لغايه ما يعملوا فوم. وبعد كده بننزل بكوبايه الا ربع من الميه المتلجه، وعلى مراحل طبعا. وبعد كده هنبتدي لما نخلص الميه نضيف الدقيق بس نوطي العجان، ونشغل الفرن بتاعنا ونسوي على درجه حراره متوسطه. طبعا لو فرن كهرباء هنشغل فوق وتحت، لو فرن غاز هنشغل من تحت بس، وناخد بالنا من التسويه ان الصاج ما بياخدش اكتر من 13 ل 15 دقيقه. ده كده الصاجين زي ما انتم شايفين. هبتدي بقى، انا عايزه الطول بتاعي يبقى 40 والعرض يبقى 19. هو انا المفروض اقلل كمان عن ال 40 ده 2 سم، علشان البورد اصلا اللي انا هشتغل عليها 40 في 40 بالظبط مرتفعه. فلو خليت السبونج او الكيك ده مقاسه 40 في 40، هاجي لما اقفل التورتايه هتديني مقاس اكبر وتبقى طالعه عن البورد، فلازم اقلل 2 سم في الطول و سنتي واحد بس في العرض، لان العرض هيبقى نص فانيليا ونص شوكولاته، فاهمني؟ فانا هقلل بس سنتي، فاللي هو هقيس على 19، والطول هقيسه على 38. تمام، لان الطول ده خلاص هو الطول واحد يعني، عشان يبقى سنتي بنيه وسنتي بنيه، فاهمني؟ وجبت بقى ايه، يعني جبت زياده من الصاجين كده، يعني قست 19 و19 و19، ثلاث شرايح كده او ثلاث قطع 19. تمام. طبعا هيفيد معايا في الصاج التاني الجزء ده بقى اللي انا هطول بيه بقى ايه، التورته اطول بيه الاسبونج بتاعي، لان كده الطول انا يعني انا شغاله بالعرض، الطول بقى هيبقى 30، فانا عايزه كمان 8 سم. اهو بصوا اهي المسطره اهي، هقيس اول حاجه 19. تمام. وهقطع. بصوا اهي البورد اهي، عشان برضو ايه تبقوا عارفين لو انتوا عايزين تقيسوا على البورد. عايزين تقيسوا على البورد قيسوا، عايزين تقيسوا بالمسطره قيسوا. انا بقول لكم 19، وبعد كده 19، وبعد كده ايه هبتدي اقيس 19 التاني. بصوا انا جايبها لكم بالراحه عشان تبقوا ما تتلخبطوش، لان انا عملتها قبل كده في فيديو، وواحده كلمتني قالت لي انا ما فهمتش حاجه. فبصي اهي، انت كده بتقيسي الصاج بتاعك 19 سم، والشريحه اللي بعدها 19، والشريحه اللي بعدها 19، يبقى عندك 3 شرايح 19 سم. تمام. الطول بقى، الطول لان الصاج احنا بتاعنا مش طويل قوي، هيبقى 30، فهتبتدي تاخدي من الزياده وتطولي بقى، تطولي السبونج بتاعك. طبعا عملت في الفانيليا نفس اللي عملته في الشوكولاته. برضو جبت الصاج كده وابتديت اقيس 19، وهبتدي اقسم يعتبر الصاج نصين. بصوا بصوا، والصاج التاني هجيبه اخد منه برضو نفس اللي انا عملته، بس ده طبعا كان ايه، يعني كنت شغلت الفرن شويه وسبتها، فحسيت ان هي سخنت جامد يعني. بصوا الشريحه التالتة دي بقى اللي انا هقسم منها اللي هي 8 سم للتلاته بقى، عشان يبقوا اديني 38 سم كده بالظبط في الطول. طبعا ليه 38 قللت 2 سم؟ لان انا عايزه سم يقل من فوق ومن تحت عند البورد. جبت بقى البورد بتاعتي وابتديت اضرب الكريمه، وهقول لكم بقى خدت مني كريمه قد ايه، لان انا الكريمه دلوقتي طبعا مختلفه، ما بقتش يعني بحس ان هي مش بترمي نفس القوام بتاع زمان. فتقريبا التورتيه دي ضربت مثلا 4 مرات، كل مره 100 جرام. تمام. يعني ضربت اول حاجه 100 جرام فانيليا، وبعد كده ضربت 100 جرام تاني وزودتهم كاكاو عشان اقفل بيهم الاسبونج الغامق، وعملوا لي تقريبا 3 طبقات. تمام. وبعد كده ضربت تاني 100 و100 اللي هم تقفيل التورتيه من بره، فهي خدت مني تقريبا 400 جرام من الكريمه. تمام. وبعد كده خدت تقريبا برضو حوالي مش ما يكملش، ما بكملش حتى ربع كوبايه اللي هو الروزيتات، لان الروزيتات بتاعتها ما كانتش كتيره يعني. تمام. انا بحاول اظبطها كده البورد، احط الاتنين قصاد بعض عشان ايه، عشان ابتدي احط بقى الطبقات. واحنا طبعا بنشتغل نحاول نظبط كميه الميه بتاعه الكريمه، لان الكريمه في الحر بتسيح، فطبعا كميه الميه بتبقى اقل. في الشتاء الكريمه بتقبل ميه، هتحط لها ميه هتزيد معاكي وهتقبل معاكي ميه. لكن في الصيف الموضوع بيختلف تماما، هتقل كميه الميه، والميه لازم تبقى ساقعه متلجه فيها قطع من التلج، علشان يعني على الاقل الكريمه تقعد معاكي شويه، لو ركنتيها ما تبتديش تضايقك. كل ما الكريمه تتركن جنبك بتعمل فراغات، بس طبعا لو الكريمه محطوط لها مقدار ميه مظبوط هتاخد وقت شويه. يعني مش هقول لك ان هي ما بتعملش، لا هتعمل برضو فراغات، بس هتاخد وقت شويه. فانتوا حاولوا تظبطوا كميه الميه بتاعتكم في الصيف عن الشتاء. وطبعا تبقى ايديكي سريعه، وبالذات لو انا زي ما انا كده شغاله في المطبخ، فطبعا لازم ايديا تبقى سريعه علشان الحاجه ما تمسحش من سخونه المطبخ. بصوا انا طبعا قفلت كده وهدخلها بقى التلاجة. انا كده خلصت اللي هي ال 100 جرام الاولانيه من الفانيليا و100 جرام من الشوكولاته، وهبتدي ادخلها التلاجة. ضربت كريمه تاني زي ما انتم شايفين اهو، برضو ضربت 100 جرام من الكريمه الفانيليا، وبعد كده رجعت ضربت 100 جرام تاني، وزودت عليهم معلقتين كبار من الكاكاو الاسباني. وهبتدي زي ما انتم شايفين كده اجهز بقى كل تورتايه من نص ونص. اشتغلت في الابيض الاول،
وابتدي طبعا ايه ازود كده اي كريمه في الاماكن اللي احس ان الكريمه فيها قليل. وبعد كده بحاول بقى اظبطها كده، علشان لما اجي احط الكريمه الغامقه وافرد ما دخلش بقى اللونين في بعض. فاهمين؟ انا كنت الاول بسيب الكريمه آه، اجلسها كلها مره واحده، يعني احط الكريمه الغامقه والكريمه البيضاء وبعد كده ابتدي اجلس، لا لقيت ان اللونين بيخشوا في بعض كده الموضوع مش بيبقى حلو. لكن لما تظبطي بس الاطراف كده من الناحيه الفانيليا وبعد كده ترجعي تساوي كده الناحيه الغامقه، بحس ان هي الدنيا بتبقى مظبوطه شويه عن إيه؟ ان انا اجلس كله مع بعض. طبعا بشيل بقى اي زيادات زي ما انتم شايفين كده، وبحاول بقى وانا شغاله العجان جنبي، البوله بتاعت العجان جنبي وفيها كريمه، وببتدي اخد كده من الايه من الكريمه اللي جنبي وابتدي ازود الجناب. وطبعا كل ما بشتغل طبعا هو يعني الموضوع بيوضح يعني. بصوا، للناس يعني اللي بتخاف تشتغل في التورت الكبيره، والله يعني انا شايفه ان التورت الكبيره زي التورت الصغيره، يعني ما بتفرقش كتير. تسوي بقى الاطراف كده والجناب وهمسح طبعا البورد، وابتدي بقى ايه ادخلها التلاجة تشد شويه. بس كده، وزي ما قلت لكم ادخلها التلاجة. طبعا الشغل في المطبخ يعني عايزه اقول لكم ان انا مش عارفه اشتغل يعني معنى كده. مسحت كده البورد من تحت وابتدي ادخلها التلاجة. بشرت بقى شوكولاته زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها في الفريزر بعد البشر على طول. ما لعبتش فيها نهائي. دخلتها الفريزر الاول، لان انا لو اشتغلت بيها في الجو ده وهي لسه مبشوره هتلاقيها ساحت ولزقت وما بقتش متماسكه ومش هتديني الشكل اللي انا عايزاه يعني. فاهمين؟ انا جبت المبشره كده اللي هي بتاعت البطاطس. لو تعرفوا المبشره اللي احنا بنعمل بيها بنقشر بيها البطاطس، اسمها ايه المبشره ولا مقشره مش عارفه، المهم يعني. فابتديت اجيب قلب الشوكولاته كده وابتدي اخد منه. وطبعا ما يكونش متلج يا جماعه، يعني ما تحطيش الشوكولاته وانت بتبشريها في التلاجة، لان لو حطيتيها في التلاجة وجمدت وجيتي بشرتيها مش هتديكي البشره اللي هي الخشنه دي. تمام؟ هتديكي بشره ناعمه ومفتفته كده. لكن انت عايزه تحتفظي بقى بالشكل بعد ما تبشريها دخليها الفريزر، هتجمد وهتبقى محتفظه بالشكل بتاعها، فتيجي تشتغلي بيها براحتك خالص، مفيش اي مشكله. طبعا بشكر كل الناس اللي دخلت معايا في البث اللي عملناه، يعني التعليقات الجميله وحبايب قلبي اغلبيتهم طبعا كانوا من الجروب، والناس التانية اللي متابعيني برضو ربنا يبارك لكم يا حبايبي، وتسلموا لي يا رب على الكلام الجميل اللي قلتوه لي. شجعتوني والله ان انا أنزل اكمل شغل واشتغل. انا كنت يعني بحاول افكر في حاجات تانية، بس يعني برضو قولوا لي افكار، لان انا عايزه ادخل يعني اغير شويه من المحتوى بتاع القناه وادخل افكار جديده. بصوا، هوزع بقى ايه الشوكولاته على الاربع جناب، وطبعا هدخلها اهم حاجه التلاجة شويه على ما اظبط الفاكهه بتاعتي واقطعها، لان هي هتبقى من فوق كده عليها فاكهه. بصوا التورته دي بجد يعني عجبت صاحبتها جدا والله بجد. بصوا، جبت بقى كريمه وهبتدي اعمل روزيتات بقمع النجمه المفتوح كده، وابتديت لا بقمع البيدي فور معلش سامحوني، وابتديت اعمل روزيتات كده حوالين الاربع جناب، يعني ببروز كده يعتبر التورتيه من الجناب. وهبتدي بقى اقطع الفاكهه بتاعتي. انا كنت جايبه تفاح، وكنت جايبه اناناس، وكنت جايبه تقريبا خوخ او برقوق يعني، او تقريبا ده او ده او الاثنين. المهم يعني بصوا زي ما انتم شايفين كده، هبتدي التفاح كنت جايبه احمر واصفر، اقطع بقى ايه احمر شريحتين كده بالطول بالرفيع، وابتدي افردهم زي ما انتم شايفين بالطول واحطهم قصاد بعض. تمام؟ اهو الناحيه التانيه هعمل بنفس الطريقه اهو، برضو اقطع الفاكهه وهبتدي احطها الناحيه اللي قصادها على طول. والله انا عايزه اقول لكم وانا بشتغل في التورتيه دي ما كانش في دماغي نهائي اي حاجه، ولا هي بعت لي صور ولا هي قالت لي انا عايزه تورته تبقى عليها فاكهه من فوق، واكتب عليها اسم بابايا والنص شوكولاته، وتبقى نص ونص، والتقفيل بقى على مزاجي، يعني اعملي حاجه على ذوقي. فانا بصراحه قعدت افكر وانا شغاله كده، طب اعملها لها ايه، وفي نفس الوقت مش حابه ان انا اعمل حاجه تكون عملتها قبل كده ومتكرره. فاهميني؟ عشان برضو يبقى في حاجه جديده داخله عليا يعني. ما بحبش اكرر نفسي كتير في الموديلات. فقعدت افكر ان انا اعملها لها كده ايه زي برواز، وابتدي احط الفاكهه من الجناب، وابتدي اخلي الاسم في النص اهو. انا ابتديت اوزع كده زي طبعا قطعت فاكهه تفاح، وابتديت اعمله زي شكل مروحه كده. ابتديت اقطع بقى البرقوق، وطبعا كنت منقيه ناشف بصراحه كده، قسمته نصين وقطعته شرايح كده، وابتدي اوزع الناحيه اللي هي فيها التفاح الاصفر، احط جنبه شرايح من البرقوق عشان تكسر اللون يعني. وطبعا لا في فراوله، واغلبيه الفاكهه اللي موجوده هي دي الموجوده، يعني هي دي الفاكهه اللي موجوده في الصيف دلوقتي او الموجوده في السوق دلوقتي. بقطع بقى الفاكهه كده زي ما انتم شايفين، وابتدي اوزع زي ما يعني في الاماكن دي. طبعا كان عندي كانتالوب او اناناس يعني، وابتديت اعمله يعني زي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، حطيته من جنب التورتايه كده من فوق. هبتدي اعمل بقى روزيتات في المكان اللي في النص، عشان المكان ده اللي هيتحط فيه الجناش. تمام؟ طبعا انا بشتغل يعني عايزه اقول لكم المكان ضيق جدا، وعارفه اللي هو ايه مش عارفه اتحكم في حاجه، وحاسه ان التورتيه زي ما تكون هتقع مني، كل شويه اجيبها لقدام شويه عشان اعرف الفها، وبعد كده ارجعها تاني لورا. الترابيزه اللي بشتغل عليها دي صغيره، المطبخ مش كبير يعني. وزعت كده الجنات زي ما انتم شايفين في المكان اللي في النص ده، وبعد كده هبتدي اوزع كريسبيات، واكتب الاسم يعني بتاع التورتايه او اسم صاحب التورتايه.
التورتيه دي حطيتها في علبه مقاس 40 في 40، يعني انا جبت القاعده والعلبه مع بعض، يعني انا قلت له انا عايزه قاعده مقاس 40 في 40 وكمان العلبه بتاعتها. وزعت كده كريسبي بالسرعه حوالين اللي هو البرواز اللي في النص ده، وهبتدي برضه اوزع كريسبي من بره او من يعني حوالين اللي هو الكريمه اللي من بره او الروزيتات اللي من بره خالص. كريسبي كده الوان، يعني ما كنتش حاطه لون معين يعني. بصوا هي طبعا كل ما بتشتغل في التورتايه كل ما هي شكلها بيوضح قدامك وبيبان الملامح بتاعتها يعني. على فكره هقول لكم على حاجه برضه، انت ممكن تبقي شايفه تورتايه وعايزه تنفذيها، وانت بتنفذيها حتى لو انت يعني انت اللي عاملاها قبل كده مش هتطلع معاكي بالظبط يعني تيبيكال، لازم يبقى في اختلاف شويه. هكتب بقى زي ما انتم شايفين كل سنه وانت طيب.